الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. ما أجمل أن يبتدئ القرآن بقول بسم الله الرحمن. رحمته قرنها في القرآن بأسماء أخرى، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يا أمتع الأسماء كم سعيدا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، إنه المصور جل وعلا. من أراد عفو الله فليعفو عن الناس. شلون؟ الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ذلك فضل الله. يا أعذب الألفاظ في لغتي. في هذه البسيطة العظيمة في الأرض في السماء هبات والله لو عددناها صباحا ومساء ما استطعنا أن نحصيها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو المسعر. ما كان يعلم عن اسم الله القيوم الذي لولاه لما قامت قائمتك يا قارون. إن الحكم إلا لله. فهو الحكم جل وعلا، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. لا تقل أنا ما عندي شيء في الدنيا. أعظم منا من رب العالمين أن دلك على الإيمان. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. الله يا الله، الله يا الله. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ما أردتموه حصل، وجاء الفتح ممن؟ من الفتاح العليم جل وعلا. بما أن الله عز وجل هو السلام الذي سلم من كل نقص وعيب فله صفات الكمال. الله عز وجل سيعامل الجميع إما بالعدل أو بالفضل، يتفضل عليهم. أما الظلم فلن يظلم أحد أبدا. الأسماء كم سعيدا نفسي وفاض سروري حين أرويها. الله يعلم بما في قلبك. لا يدخلن شيء من قلبك من أمراض القلوب، من خبثها ودرنها وأقذارها. عدد النجوم في السماء قيل كعدد حبات الرمل في الأرض كلها. من الذي جعل لها مسارات وسرعات وحدد لها مسارها؟ إنه المهيمن جل وعلا. عندك الجبار جل جلاله. تذهب لمن؟ تشكو لمن؟ اجعل شكواك له، فهو الجبار جل وعلا. الله الله